السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من استوديو نوتس. طبعا احنا كنا متوقفين من ساعة فيديوهاتنا في استوديو المونديال، في سلسلة استوديو المونديال اللي كانت بنتكلم فيها عن مباريات كأس العالم، لأني كنت منشغل بكورسات تحليل الأداء في منصة كورستوس وأكاديمية كنز، واللي الحمد لله تشرفت بإني حصلت على شهادة تحليل الأداء من المنصات دي. طبعا ده كله عشان خاطر نحاول ان احنا نوقف بتحليلنا المظبوط عن مباريات كرة القدم، واللي ان شاء الله باذن الله بفضل دعواتكم ربنا وفقنا فيها، وان شاء الله باذن الله مردود هيكون عند حسن ظن حضراتكم. النهارده معانا الدكتور محمد جاد، صاحب او ادمن صفحه بالارقام، وهو واحد من المحللين الممتازين جدا بصراحه، واتمنى انكم تتابعوه لانه شغله ما شاء الله عليه يعني بمنتهى الروعه، من الرسومات وما الى ذلك والصور، وحتى تحليله الفني على طراز عالي جدا. هنبتدي طبعا في الاول بكلامنا عن او حديثنا عن الاهل اوكلاند بيبتدي هجوميا ازاي، وازاي الاهلي هيقابلوا دفاعيا. سعيد اني موجود معاك والله يا محمد النهارده، وميرسي على الكلام الحلو دوت، وان شاء الله كده نقدر نفيد الناس في الفيديو دوت. خليني اقول لك ان ان فريق اوكلاند طبعا اللي احنا كنا عايزين نوصله من البوست، ان فريق اوكلاند مش من يعني مش عايزين نقول ان هو، عشان في ناس بتقول لي انت مضخم فريق اوكلاند وتحسس ان احنا بنلعب برشلونة. الفكره مش في كده يا جماعه. اللي مقصود من فريق اوكلاند ان احنا الفكره اللي احنا واخدينها عن الكره النيوزيلنديه اتغيرت. فريق اوكلاند اللي شفناه في 2006 المباراه اللي الاهلي كسبها 2-0 ما بقاش هو ده الفريق اللي بيلتحم، الفريق اللي بيلعب كور عاليه، الفريق اللي بيعتمد على الركنيات، الفريق اللي بيعتمد على اللعيبه طوال القامه. لا، الفريق نفسه اتغير. فريق اوكلاند اللي احنا عايزين نوصله ان هو استراتيجيته في اللعب اختلفت. فريق اوكلاند بقى يلعب كرة على الارض، فريق اوكلاند بيعرف يطلع من بالكرة من، او بيبقى عايز يطلع بالكرة من ورا لقدام، بيلعب لمسة ولعبة، بيجمع لعب من على الاطراف، بيقرب المساحات، بيلعب كور قصيرة. وعشان كده ده اللي احنا قلنا في خطتنا، ان احنا نلعب ب4-3-3، وان احنا نحط السداسي اللي قدام، 3 بتوع الارتكاز وال3 اللي بيلعبوا هجوم، يعني يكون عندهم سرعات، يكون عندهم الورك ريت بتاعهم عالي، يكون بيقدروا ينفذوا عمليه الضغط بشكل جيد، بحيث ان انت تقدر تستخلص الكره من فريق اوكلاند وتغلطهم في مناطقهم، وتقدر باقل عدد من اللمسات توصل وتهدد مرماهم وتخلص الماتش بدري بدري. ابرز اللعيبه اللي موجوده في فريق اوكلاند هو اللاعب رقم 16 الجناح اليمين، وبرده الجناح الشمال اللي هو اللاعب كايلو، شعره طويل كده شويه وعامله تفيره يعني. لكن اللاعب رقم 16 هم بيلجأوا ليه اكتر، ان هم معظم الوقت بيعتمدوا عليه في التحولات السريعه من الدفاع للهجوم. لاعب بيقدر يلعب بالكره، يعني بيقدر يتحكم في الكره، الدريبلر كويس، بيقدر يلعب برجلين الاثنين، لعيب سريع بالكوره، بيروح للخصم ما بيهموش. وده هيلعب اكتر مواجه لناحيه علي معلول. هنا هيجي دور حمدي فتحي، ولازم يبقى في تعليمات مهمة جدا من كولر لحمدي فتحي ان هو يميل ناحية علي معلول، ويقدر يقفل معاه ويحد من خطورة اللاعب رقم 16. كمان الشكل الثاني الهجومي اللي هم بيلجأوا ليه هو ان هم بيحاولوا يخلقوا شيء من اللامركزية. بيعتمدوا على ان المهاجم بتاعهم رقم 9 اللي هو يعني رقم 11 او اللي هو اللاعب رقم 9 الفيرود، يعني ان هو بيتحرك عرضي بشكل كبير عشان يسحب المدافعين ويفضي العمق. وبالتالي هنا لازم يكون في عملية الترحيل مهمة جدا، وما بين قلوب الدفاع وما بين اللاعب رقم 6، عشان ما يحصلش ان العمق يفضى، وان اللاعب او ان الجناح او ان الجناح العكسي ان هم دايما بيسحبوا، او يعني دايما بيحاولوا انه المهاجم يتحرك عرضي على اساس ان الجناح العكسي، تمام. يعني مثلا لو المهاجم اتحرك ناحيه اليمين، الجناح الشمال هو اللي بيخش في المساحه الفاضيه في العمق، او هو اللي بيتحول لمهاجم تاني. فلازم يبقى في تنسيق ما بين عبد المنعم ومتولي وديانج اللي هو هيلعب رقم 6 قدامهم، ان هم يبقى في ترحيل ويبقى في شكل تلقائي بينهم، بحيث ان العمق ما يفضاش، وان هم يقدروا يقفلوا العمق بشكل كبير. ده يمكن ابرز شكل او شكلين بيظهر فيهم اوكلاند هجوميا.
طيب بعد ما عرفنا ازاي اوكلاند بيخرج بالهجمه وبيبني الهجمه ازاي، وازاي المفروض الاهلي يقابله دفاعيا، هنعرف دلوقتي الموضوع بالعكس بقى. ازاي الاهلي يخرج بالهجمه؟ هل يبتدي على الاطراف زي ما هو متعود، ولا يخش من قلب الملعب؟ وازاي اوكلاند المفروض انه هيقابله؟ هل هو عنده الامكانيات اللي تخليه يعرف يصمد امام هجوم النادي الاهلي وتحركاته اللي عامله زي شبكه العنكبوت ما بين ثلاثي خط الوسط وثلاثي الهجوم؟ طب برضو الدكتور محمد جاد هيورينا ازاي محمد تاج ازاي اوكلاند هيتعامل دفاعيا برضو مع هجمات النادي الاهلي. قبل ما اقول لك ازاي الاهلي يبدا يعني او ازاي الاهلي يهاجم اوكلاند، او الاهلي يعمل ايه وهو بيهاجم اوكلاند، يهاجم من على الاطراف ولا يهاجم من العمق، خليني اقول لك ان في سلاح مهم جدا لازم كولر يهتم بيه النهارده، وهو سلاح التسديد. لو شفت عندك في الصور هتلاقي ان في جاب كبير جدا بين خط وسط وخط دفاع اوكلاند، وان دايما بتبقى في مساحه للعيبه ان هي تقدر تسدد، وان فريق اوكلاند يعني اللعيبه ما بتضغطش بشكل جيد، وبالتالي هنا يبقى لازم يبقى في تعليمات من كولر لثلاثي الارتكاز سواء كان ديانج حمدي فتحي والسوليه، ان يبقى في تسديدات كمان. اللي يخلي السلاح ده مهم ان الحارس المرمى بتاعهم تعامله مع التسديدات مش بيكون احسن حاجه، وبالتالي هيبقى فيه فرصه مهمه جدا جدا ان انت تقدر تستغل التسديدات ديت، وان هي تكون يعني سلاح مهم وفي مصلحتك ويقدر يحسم لك المباراه بشكل كبير. نروح بقى للشق الهجومي، الهجوم من على الاطراف ولا الهجوم من العمق. خليني اقول لك ان الرباعي الدفاعي بتاع فريق اوكلاند تحديدا الظاهرين بيبقى فيه عندهم مشكله كبيره جدا في التغطيه العكسيه، بيكون في عندهم نسبه سرحان بشكل كبير، ما بيبقاش في تنظيم بشكل مهم. وخليني اقول لك كمان ان الهجوم من العمق انا شايفه ان هو هيكون سلاح مهم، لان الهجوم من العمق للاهلي قدر يحسم له اخر ماتشين بشكل كبير. ماتش الزمالك شفنا ازاي ان حمدي فتحي ودخوله في العمق وتقديمه الزياده الهجوميه في العمق فرق مع الاهلي بشكل كبير، وقدر ان هو كان يعني شريك اساسي للاهلي في الثلاث اهداف. وكمان الزياده العاديه اللي قدر يعملها مروان عطيه في هدف البنك الاهلي دي برضو فرقت مع الاهلي بشكل كبير. وزي ما قلت لك قبل كده ان هم بيبقى في عندهم نسبه سرحان، وبالتالي ممكن ان لاعب واحد من الثلاثه الارتكاز لو تسلل كده وقدر يهرب من غير ما حد ياخد باله من فريق اوكلاند يعني هينفذ ومش هيكون مراقب بشكل كبير. الهجوم من على الاطراف طبعا الاهلي مميز مع كولر بشكل كبير جدا، هو بيحاول يخلق جبهات من على الاطراف تحديدا جبهه معلول، وعشان الهجوم ده يبقى فعال وياتي بثماره لازم الجناح العكسي يتحول لمهاجم تاني. وعشان كده دايما انا بطالب ان محمد طاهر يكون موجود عن حسين الشحات، لان طاهر هو واحد من اللعيبه اللي بتعرف تجيد التعامل بضربات الراس بشكل كويس قوي، كمان بيعرف يدخل للعمق بشكل مميز جدا. كمان الحاجه الثانيه عشان الهجوم من على الاطراف يبقى فعال، انت لازم يكون في عندك كثافه عدديه على حدود منطقه الجزاء بتواجد لعيبه زي حمدي والسوليه وديانج، عشان يمنع فريق اوكلاند من التحولات ويمنع ان اللاعب رقم 16 ان هو يقدر يساعدهم في التحول من الدفاع للهجوم. وكمان عشان تقدر تستغل سلاح التسديد اللي انا بشدد عليه وبقول ان ده هيكون بنسبه 80-85%، لو الاهلي قدر يستغله النهارده هيبقى ليه عامل مهم جدا 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 في عمليه حسم المباراه. بس يعني فوجهة نظري ان الاهلي في ايده ان هو يحسم الماتش بدري، الدقة، التركيز، انهاء الهجمة بشكل مميز. الاهلي ممكن يأمن الماتش بدري بجونين او ب3 اجوان كمان. بس فيعني بتمنى ان شاء الله ان الاهلي النهارده يقدر يفوز طبعا في يوم 1 فبراير والذكرى بتاعه ال 72 شهيد، ويقدر يفرح الجمهور. وطبعا سعيد جدا يا محمد على كلامك الحلو دوت، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نفيد الناس بالكلام البسيط دوت، وسعيد ده يعني اتشرف ان انا اظهر معاك في اي وقت يعني. شكرا. متابعينا الاعزاء، ده طبعا كان تحليل الفني الممتاز والمتميز للدكتور محمد تاج ادمن صفحه بالارقام، واللي ان شاء الله باذن الله ده ما يكونش اخر تعاون بيننا، وباذن الله يكون تعاون بيننا افضل باذن الله في المرات القادمه. يا رب يكون محتوانا وصل لحضراتكم بصوره جيده، ويا رب يكون معلوماتنا دي كانت في صميم المباراه وفي تحليلها المظبوط. سعدت بكم جدا، يا رب أكون قد أسعدتكم. دمتم في أمان الله.